الضغط العصبي والنفسي والاجتماعي والمادي، ده ابو الامراض كلها وابو لخبطه الهرمونز كلها. اكتشفت ايه ده، انا باجي انا بنبسط. داخل الجواز بتاعي من غير مشاكل طبيه عنيفه موجوده عندي. دي عقده رهيبه فظيعه. تعالي اقول لك على حاجه مهمه جدا عند الستات. موضوع جمله الهرمونات نفهمها ازاي؟ لازم 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 لازم، وحط تحت لازم دي 1000 خط، تستشير طبيب. الستات وصحه الستات، يعني دكتور، واهم دكتور في حياه كل ست ولازم يبقى موجود يبقى دكتور النساء. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. ازي حضرتك، عامل الحمد ايه؟ لله يا عائشة، كله زي الفل. الحمد لله. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ انا دكتور كريم محمد شهاوي، استشاري امراض النساء والتوليد والعقم. اوكي، حلو قوي. دكتور، حابين نعرف ايه المشاكل دلوقتي اللي موجوده في الستات دلوقتي وبقت منتشره قوي، او نقول امراض؟ الفتره اللي احنا فيها دي اكتر امراض منتشره موجوده عند الستات هي تكيسات المبايض واضطرابات الدوره الشهريه، اللي هي التغيرات الهرمونيه. دي اكتر حاجه بنشوفها اليومين دول الحقيقه. طيب ده ايه سببها، او في سبب يعني هو اللي مسبب ده بالاعداد دي وبالنسب دي؟ التكيسات ملهاش سبب واضح معروف، لكن تغير شكل الجسم، الوزن الزايد، اللايف ستايل اللي مش مظبوط بيساعد ان هي تكون موجوده، بالذات ان هي متلازمه. ما هياش مرض ثابت، لا هي متلازمه، يعني بتزيد وبتقل. وبالنسبه لاضطرابات البيريود دي ليها علاقه بحته بالهرمونات، فده برضو بيتوقف شويه على الحاله المزاجيه للست. دكتور، لو احنا هنتكلم دلوقتي الهرمونات، دايما ساعات في ستات بتجيلي تبقى مبسوطة، ساعات تبقى حزينة، ساعات تبقى بتعيط. في اغاني يعني كذا مرة بشغل اغنية الاقيها بتعيط بعد كده بقت ضحكت. يعني موضوع جملة الهرمونات نفهمها ازاي، وازاي نحترم بعض ان انتي مش مظبوطة نفسيا عشان هرموناتك ايه؟ يعني الناس ساعات بتاخدها بجملة هزار، يعني دايما الناس بتاخدها ايه ده هرموناتها مش مظبوطه، ايه ده. ايه ممكن حضرتك بقى بشكل علمي وبشكل افضل احترافيا طبعا ان انت تشرحه، فده يخليني انا كعائشه او كاي حد تاني تحترم جمله ايوه انا هرموناتي مش مظبوطه؟ ده سؤال كبير جدا وواسع جدا وياخد اليوم بحاله كده علشان يترد عليه. هحاول اختصر لحضرتك يا ريت قدر الامكان. اوكي. في عندنا الست بتمر طول الشهر بتغيرات هرمونيه في الجسد بتاعها، اللي هو له علاقه بعد كده بالبيريود. وفي ستات تانية اللي هي قربت البيريود بتاعتها تقطع خالص، الهرمونات دي بتبتدي يعني تنخفض بشكل كبير جدا، لدرجه انها بيحصل لها تقلبات مزاجيه اللي هم بيسموها المود سوينجز. وطبعا حطي بقى التغيرات الفسيولوجيه دي على جنب، في الاسترس اللي هو الضغط العصبي والنفسي والاجتماعي والمادي، ده ابو الامراض كلها وابو لخبطه الهرمونز كلها. فعشان كده لما ست تقول لك انا مش متظبطه، بتعيط فعلا على مشاهد افلام معينه، اغاني معينه، في اوقات تانية ما بتعملش حاجه زي كده، اعرف ان هي في الوقت ده البيريد بتاعتها قربت، سنها تقدم شويه، مضغوطه في البيت او في العمل او في الحياه بشكل عام. فالحقيقه لازم يعني الست تحترم في مثل هذه المواقف، لانها ما بتكونش بتدعي. أوكي. ومعلومة تانية، الستات مختلفين. يعني مش كلهم نازلين مش اكيد يعني مش كلنا سيستم واحد يعني بالظبط كده، ومش نازله بسيستم واحد. في ست ممكن تستحمل، في ست ما تستحملش، زي الألم على فكرة. الألم برضو درجات، في ناس بتستحمل الألم قد كده اهو، وفي ناس تستحمل ألم قد كده اهو. فهي بتبقى مختلفة فعلا من واحدة للتانية. حضرتك من وجهة نظرك ايه أهمية الرقص الشرقي في جملة لو انتي حامل وعايزة تولدي طبيعي قبليها ترقص، لو انتي وضع البيبي كويس وكل حاجة تقدري ان انتي ترقصي شرقي؟ تقدر ترقص شرقي وهي حامل، لأن الرقص الشرقي ما يعتبرش رياضة عنيفة، مش بترفع أثقال، مش بتلعب تنس، لا هو نوع من أنواع الرياضة الخفيفة زي السباحة أو زي المشي السريع. تمام كده. ده بيساعد على تقوية عضلات البطن، تقوية عضلات الظهر، الحوض، فده بيسهل عليها عملية الولادة. في حاجة تانية، مش بترقص رقص شرقي بمعنى الرقص الشرقي اللي هو المفهوم المتعارف عليه، لا بتبقى حركات خفيفة وحركات دائرية، بنبتعد تماما عن الالتواءات والحركات المفاجئة. ده بيعمل ليونة في المفاصل وفي الأربطة، فبالتالي يقلل لها الألم ويسهل في الولادة الطبيعي. وفي كمان مزايا أخرى. أنا دلوقتي لما ببتدي أعمل مجهود عضلي وبدني، بيخرج من عندي مادة الإندورفين، دي بتقلل الألم. فحتى الست لو موجوعة شوية عندها مسكن طبيعي كده بينزل. طيب ده يجيبنا بقى للسؤال الأولاني اللي حضرتك سألتيني فيه. أيوة. الحالة المزاجية والعاطفية. أيوة. الست لما
تطلع الطاقة بتاعتها أو تفرغها في شكل الرأس الشرقي البسيط. ده بيساعد على إفراز هرمون الدوبامين. اوكي. السعادة. تبقى مبسوطة. تبقى الدنيا بتاعتها وردي كده زي ما بيقولوا. مزاجها يكون رايق. فده برضو بيحسن من الحالة الصحية والمزاجية عندها. تمام. وده ينعكس على البيت بشكل عام. ما هو طبيعي طبعا. ست قاعده في البيت، يعني هي بقت كويسه فمش هتتخانق، مش كويسه حتى لو حصل اي موقف هتاخده بشكل اهدى شويه. يعني مش هتتجنبه، لكن هتاخده بشكل اهدى شويه طبعا. ده حقيقي. وده هيصب في الاخر في مصلحه الراجل برضو. يعني ما اكيد لازم نذكره بالمحاسن. يعني مش لازم كله عليها هي. لا يعني ده حقيقي. انا يعني حقيقي مثل عندي موجود دلوقتي ان واحده كلاينتس جوزها هو اللي بيجيبها على اساس ان هي بعد كده ترقص له عشان هو بيحب الرقص. بس هي اكتشفت ايه ده، انا باجي انا بنبسط، انا بقيت اهدى، انا ما بقيتش عصبيه، انا ما بقيتش زي الاول. هما تحسين البيت كله، اولادها وجوزها حاسين ان هي بقت شخصيه تانية. صحيح. هي لما ترقص كده بتمارس نوع من انواع الرياضه اللي هي تقدري تعتبريها نوع من انواع اللياقه البدنيه. هتحرق سعرات، هتخس، شكلها هيكون احلى، شكل اللبس عليها هيكون احلى. ده هينعكس على الحاله المزاجيه عندها. هتبقى مبسوطه، هتبقى عايزه تبسط اللي حواليها. حصلت مشكله زي ما حضرتك قلتي، تعاملها مع المشكله نفسه ده اهدى، هيكون اهدى واقل، لان الاسترس ابو المشاكل يعني نوعا ما هدي او بدا يختفي تماما من حياتها. لكن علميا هل نقدر نقول ان الرقص مهم لواحده عايزه تولد طبيعي؟ ما نقدرش نقول ان هو مهم اهميه قاطعه، او يعني او بيسهل الولاده نقدر نقول. ما نقدرش نقول ان هو بيسهلش. طبعا بيسهل. انا طبيعي لو انا دلوقتي جسمي قوي، عضلات بطني وظهري اقوياء، هقدر ازق البيبي. لو عضلات الحوض عندي قويه هتساعد في عمليه الولاده الطبيعيه. لو الاربطه عندي فيها ليونه مع المفاصل خاصه الحوض، ده هيسهل عمليه خروج البيبي عندي. فهي بالتالي طبعا بتساعد، لكن طبعا ما فيش الزام ولا في حاجه بتجبر الست انها تعمل حاجه زي كده، على الرغم من ان في مجموعه دراسات هقول لحضرتك اساميهم بتسهل الموضوع ده او بتؤكد الموضوع ده. ودراسات جديده مش قديمه بالمناسبه، يعني حاجات 22 و25 و24. فاللي حابب يطلع عليها يقدر يبص عليها ويشوف ان الكلام ده يعني له مرجعيه علميه، مش مجرد اجتهادات شخصيه. يعني انا مؤخرا جات لي كذا واحده بتبقى حامل، الدكتوره تبقى دكتوره او دكتور قال لها لا ده كويس جدا، ادخلي الكورس طبعا، ابداي ارقصي، ابداي اعملي رياضه، خصوصا عضلات البطن. يعني دي مشكله عند كل الستات، عضلات البطن، الترهل، المحشي يعني الترهل. لكن لما حتى لو انا باكل اكلات غلط او جانك فود وبعمل رياضه، انا بحرق سعرات من غير ما اخش نفسي بادخل نفسي في قصه الدايت والاكتئاب بتاعه، او اجبر نفسي ان انا انزل اروح اشترك في جيم او اعمل رياضه ما. طب ما دي حاجه موجوده في البيت عندي، هعملها كل ما يكون عندي وقت او احس ان انا عايز اعمل حاجه زي كده وهتبسطني، فليه لا؟ افهم من كلام حضرتك ان مهم جدا ان زي اكترية الستات اللي هي بتفضل تجهز في البيت وفي العفش وفي الستاير وحاجات كده، لازم تجهزي جسمك كمان ان هو يبقى كويس، او ان هو يبقى صحي كفايه للجواز وللولاده وللتغيرات اللي ممكن تحصل بعد الولاده. حضرتك وجهة نظرك ايه؟ طبعا لازم اتفق مع حضرتك. الجسم السليم يساوي صحة سليمة. كده أنا ما عنديش دخل الجواز بتاعي من غير مشاكل طبية عنيفة موجودة عندي. الجسم كل ما يكون أفضل أو متناسق، ده بيسهل عملية الخصوبة والحمل والولادة. طيب في حاجة تانية الناس ما بتجيبش سيرتها كتير، مرحلة ما بعد الولادة. ما هو أنا لو جسمي قوي أصلا، لو انا محضراه من قبليها بالظبط، في عندي بيز او حد ادنى من القوه موجود في جسمي، بيبقى سهل جدا ان انا ارجع حاجه زي كده. ابسط حاجه، خش على اي انستجرام او فيسبوك لاي حد من المشاهير بتوع بره، هتلاقيها والده البيبي من هنا وتاني يوم جيم وكل حاجه وحياتها، ايربودز في ودانها، جيم، بتجري، بتتمشى عادي جدا، مفيش ومش قادره والحاجات اللي عندنا هنا. طب هل هي سوبر وومن؟ لا، هي من قبل الجواز مهتمة بأكلها، مهتمة بصحتها، الوزن ازاي بتحاول تسيطر عليه، فبالتالي صحتها العامة كويسة وهي متعودة على اللياقة البدنية بشكل عام. فبعد الولادة بترجع لها مرة تانية. بس كده. أنا عايزة أقول لحضرتك إن أنا كان عندي واحدة كلاينتس بس هي بلجيكية. كانت بتلعب فروسية لغاية شهر 9، لغاية قبل الولادة كانت بترقص معايا
وبتروح تلعب فروسيه. بالظبط. احنا بقى المصريين اللي موجودين معاه ايه بتلعب فروسيه ازاي عادي. وايه، احنا كان بالنسبه لنا ايه ده، انت بتهرجي. ما هي بس ما هي جسمها بنيان جسمها هي حد رياضي. رياضي. هي ما بقتش رياضيه في الحمل، هي رياضيه من قبل الحمل. من قبل الحمل. وحتى لما لعبت فروسيه وهي حامل هي لعبتها بشكل خفيف زي ما بقول لحضرتك. وانا مش لازم العب فروسيه ان انا انط حواجز بالحصان. بالظبط. يعني هركب الحصان وهتمشى بيه بالراحه. ده نوع من انواع الرياضه، الحركه بتاعتي وانا طالع وانا نازل عارفه حضرتك الحصان وهو اللي ماشي هي ماسكه اللجان بيفضل بيفضل يتحرك. ما هي دي حركه لجسمي والظهري. فيش مشكله. الرأس عند حضرتك هو يعني هي ما بتعملش حركات عنيفه ولا حركات التوائيه ولا حاجات تخليها تفقد ثباتها او تقع او تعرض نفسها لنزيف او لاجهاض او انفصال مشيمه خالص. هي بتعمل حركات خفيفه، حركات دائريه برجليها بالوسط وخلاص على كده. ولايف ستايل. لا اللايف ستايل ده اللايف ستايل من ضمنه الرياضه بما فيهم الرأس الشرقي. اللايف ستايل ده بيجي رقم 1 و2 و3. لايف ستايل كويس يبقى انا صحتي كويسه، المزاج العام بتاعي كويس، يبقى كل اموري كويسه. يبقى انا كده بقلل مخاطر التعرض للضغوط الحياتيه بشكل افضل بكتير من ما يكون عندي المشاكل دي كمان كلها. زي ايلون ماسك ما بيعمل، قلل النويز، كل الدوشه اللي حواليك. انت كل ما بتقلل الدوشه اللي حواليك كل ما انتاجيتك وتركيزك هيكون احسن طبعا. وكذلك الست الحامل، قللي الدوشه اللي حواليكي الحمل بتاعك هيكون افضل. طب قبل ما احمل وقبل ما اتجوز اساسا، ما هو انا لو محافظ على شكلي وجسمي دي كلها عناصر جاذبه للافراد اللي موجودين حواليا في قصه الجواز. مفيش جواز مش مهم، انا نفسي وانا شكلي حلو قدام المرايه وانا اي لبس بلبسه بيكون حلو عليا، ده له تمن. لا وانا يعني بجد حقيقي، لان دي عقده ل 90% من مجتمعنا، ده لو ما كانش 95% من عقده الستات هي بطنها وشكلها بعد الولاده. دي عقده رهيبه فظيعه، بس دي اقدر ان انا اقولها ان هي سهله قوي ان هي تتحل لو انا بلعب رياضه وعضلات جسمي كويسه جدا وعضلات بطني قويه جدا. الولاده هتبقى حلوه جدا، بطني هترجع بعد الولاده شكلها افضل. صحيح. لان انا لو جبنا دلوقتي نوعين من السيدات، واحده رياضيه او مهتمه بجسمها وباللياقه والتانيه لا، دي هيكون الرجوع سهل جدا بعد الولاده الطبيعي لان هي خلاص هي كده كده جاهزه. طيب حتى الست بالمناسبه، حتى الست لو ما كانتش رياضيه اثناء قبل الحمله عندها، ممكن بعد الولاده في عندنا في حزمه ممكن تلبسها ترجع عضلات البطن، تمارس الرياضه الخفيفه هتقوي عضلات البطن، تبتدي تقلل كميه الدهون اللي داخله جسمها، هتقلل كميه الترهل اللي حضرتك بتتكلمي عليه ان هو شكل البطن ما يكونش عاجبها او لما تلبس حاجه ما يكونش كويس قوي عليها. طب مش هنشرب مغات؟ هنشرب. المهم عندي المغات يعني. انا من عشاق المغات بالسمنه البلدي والمكسرات. وماله. بس على فكره ما هو المغات ممكن يتحط في كوبايه كده وممكن يتحط في شوب قد كده، ناخد الحبه اللي قد كده ويبقى شربناه وانبسطنا. لا هو الشوب كمان برضو ساعات، يعني انا عايزه اقول لك ان ساعات بجد في كلاينتس ساعات بتجيب لي شوب قد كده عادي بس هم بيعتمدوا ان انا هتحرقيه كلاسين هتحرقيه. شفتي حضرتك لفتي وقلتي ايه؟ هتحرقيه. فانا كده دلوقتي انا بلعب يعني من رياضه، لو هنعتبر ان الراس الشرقي نوع من انواع الرياضات والحركه البدنيه للجسم، هو هيحرق سعرات. اكنك بتتمشي بسرعه، اكنك بتعومي شويه بس بتعمليها في البيت ومع مزيكا على حاجه انت بتحبيها مع حركات خفيفه، هو حرق سعرات برضو في الاخر. انا عايزه اقول لك ان كان في فتره انا ومامتي بجد اللي هو في الشتاء لما يدخل احنا بنشرب مغات احنا بنحبه بجد. مش هوت شوكليت ماليش سحله، ماليش تقول عليه قوي بصراحه، ما بقدرش عليه قوي. اوكي. من وجهه نظرك ايه الموروثات والمعتقدات اللي احنا وارثينها وغلط ومفروض نغيرها من زمان جدا بس ما بتتغيرش، اللي هو احنا حافظين مش فاهمين؟ ده برضو سؤال واسع قوي وبيشتمل على كل حاجه تقريبا. لكن تعالي اقولك على حاجه مهمه جدا عند الستات. الافرازات اللي بتنزل من الستات وبتتجاهلها دي كارثه. ساعات بتبقى مكسوفه تروح لدكتور راجل ومكسله تروح لدكتوره ست. وتبتدي تستخدم تشطيف. عدم علاج هذه الالتهابات ممكن يخش جوه يوصل للحوض عندها، يبتدي يعمل لها مشاكل، التصاقات، التهاب في الحوض. ده بقى يأثر على ايه؟ على قدرتها الإنجابية مستقبلا.
دي من العادات الموروثات والمحفوظات عن الستات كتيرة جدا. ايه ده، انا عندي التهابات، هكلم اجيب اخد الدواء الفلاني اللي هو ممكن يكون مش مناسب ليها، مش هاخد او دواء هتسال اصلا، الصيدلي او خلاص ولا هسأل صيدلي ولا هجيب دواء. انا هجيب التشطيف بتاعي وهعمل التشطيف. ده احد الكوارث الكونية. التشطيف ممتاز يعني في منه طبي وفي منه تجميلي. بالظبط. يعني او من شركات تجميليه. انا هتكلم على الطبي اللي هو اللي يهمنا. مم. الطبي ده ممتاز ورائع وجودته فظيعة لو استخدمناه صح. اللي هو نستخدمه مرة كل 3 أيام، يعني مرتين في الأسبوع، حاجة كده خفيف. دي معلومة مهمة جدا، لأن في ناس بتستخدمه على طول يومي. كنت لسه هقول لحضرتك الاستخدام اليومي بتاعه بيغير من البيئة المهبلية. فبيخليها عرضة لبكتيريا ان هي تيجي. عشان كده دايما هتلاقي الست اللي ما تعالجتش صح، اللي هي مكسوفة تروح لدكتور راجل وفي نفس الوقت كسلت تروح لدكتورة ست، دايما تقول لك ايه، انا كل شوية بيجي لي التهابات، كل شوية بيجي لي التهابات. ما هي هتفضل تيجي لك الالتهابات. انت بتساعدي على وجودها، انت مجرد بتشطفي من بره وبتسويها من جوه، لكن ما عالجتيش العضو نفسه، ما عالجتيش السبب. زي بالظبط اقول لحضرتك، هو طبعا ملوش دعوه بموضوعنا. الناس اللي بيبقى السيدات الحوامل اشهر حاجه بتجيلهم صديد في البول عادي. اشربي ميه، غلط. ما هو الصديد جوه، انت كترتي كميه الميه وضيعتي الالتهاب بس الصديد لسه قاعد جوه. هي نفس الفكره بتاعت الالتهابات. انت شلتي من بره وحسيتي ان انت اهدى واريح، طيب كمان اسبوع طق تاني وهكذا. دي احدى الموروثات الشهيره جدا اللي يعني محتاجه ان هي تتغير. وفي موروث اخر، الكسل. الكسل ان هي ما تاخدش بالها من جسمها، ده هيؤدي لاضطرابات هرمونيه، هيؤدي لتقلبات مزاجيه، يرجعنا لنفس النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. الحاجه تانية، الكسل عن الكشف الدوري. روحي كل 6 شهور او سنه على الاقل عند الدكتور بتاعك، يكشف عليكي، يشوف في مشكله ظهرت، في حاجه موجوده، في حاجه محتاجه ان هي تتعالج. دي احد الموروثات برضو اللي محتاجه ان هي تتغير، الكسل. هو لو هتكلم عن نفسي مش فكره كسل، بس انا حاسه ان الواحد بيبقى مكسوف قوي. يعني الواحد بيبقى يعني واصل قوي. هو ده برضو من العادات برضو، ان انت بتبقى يعني، او ان احنا اتولدنا ان احنا خجلانين قوي من المنطقه، واللي هو يعني منطقه الحوض دي كلها، اللي هو لا احنا عندنا عارف اللي هو يعني ايه، عارف علامه احمر كده، عارف كروس، ان هو لا ما نتكلمش كده. المشكله ان هو لا حقيقه في العلم، وعند الضروره الناس بتروح عادي. او للاسف الناس بعد كده بتكتشف، او البنات بعد كده بعد ما بتتجوز او بيجي وقت حمل او جواز تعرف ان في مشكله، لازم اروح اشوف ايه القصه بتاعتي. بس زي تاخر الانجاب مثلا، ما واحده اتاخرت اكتر من سنه بعد الجواز، لا انا هروح ادور اشوف في ايه. اوكي. وممكن اصلا من بدري اصلا ان انا اكشف عادي، لو ان انا اطمئن. انا شفت ناس بتعمل كده، ان هي تطمئن، بس انا عايزه ايوه، انا عايزه اطمن ان انا كويسه ومفيش اي حاجه. هي الجمله دي، انا جاي عايزه اطمن بس كده، مش عايزه حاجه تانية. طيب عايزه اعرف راي حضرتك الطبي في هرمونات الانوثه. هرمونات الانوثه زي الهرمونات كلها، لكن طبعا اشهرهم عند الناس كلها الاستروجين والبروجستيرون. ظهرت مؤخرا ناس بياخدوا استروجين سواء من مشتقات كيميائيه دوائيه في شكل اقراص، وفي منها حاجات على فكره بالمناسبه تبقى خارجه من النباتات، مشتقات من النباتات. اوكي. هو الاستروجين جميل، يعني هرمون انوثه وبيحسن الشكل وبيحسن حاله المهبل وكل الكلام ده، بس هو في الاخر هرمون لو اتاخد بشكل زايد قوي. لان سبحان الله هرمون الاستروجين تأثيره على الرحم بيكون احد مسببات امراض السرطان، مع انه بيحمي الثدي. وعلى الناحية التانية هرمون البروجستيرون بيحمي الرحم لكن بيأذي الثدي. عشان كده ربنا خلق الاتنين مكملين وضد بعض وبيدافعوا عن بعض. فعشان كده حتى لو في ست حاسة احتياج ان هي تاخد احد هذه الهرمونات لسبب اخر غير طبي، لا لازم 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 لازم، وحط تحت لازم دي 1000 خط، تستشير طبيب وتبقى عاملة هرمونال بروفايل كامل من التحاليل بتاعتها عشان ما يحصلش حاجة سيئة في المقابل. قيسيها حضرتك على حاجة تانية، مثلا عكس بقى اللي احنا بنتكلم فيه خالص، اللي بيروح الجيم وبياخد حاجات هرمونية من غير ما يكون عارف جسمه فيه ايه، هو بيعرض نفسه للعقم، بيعرض نفسه انه يجيله احد الامراض السرطانية. فمفيش مشكلة انك تاخد الحاجات دي، لكن لازم استشارة الطبيب الاول. وانا فاهم سؤال حضرتك طبعا، ده بمناسبة انتشار الفترة اللي فاتت الحاجات ال HRT وال TRT اللي هي هرمونات الأنوثة والذكورة للرجالة والستات لاستعادة الشباب واستعادة القوة واستعادة مش عارف ايه.
بالظبط كده. هي مفيش منها حاجه، بس يعني شوف انت وضعك ايه الاول وضعك قبل ما الصحي الاول ايه وضعك قبل ما الصحي تاخد. الاول قبل ما تاخد حاجه فيها هرمون. اوكي حلو قوي. الهرمونز دايما امنه، بس امنه لمين؟ عند انهي درجه؟ بس كده. اوكي. لو هنرجع تاني لجملة رقص شرقي، لو حضرتك هتحط لنا كلمة رقص شرقي في جملة هتحطها في ايه؟ لو هحط الرقص الشرقي في جمله هقول ان هو بيصنف نوع من انواع الرياضه زي ما قلنا. مم. هيحسن الحاله المزاجيه للست، هيساعد الست لو هي حامل ان هي تعمل رقص شرقي بشكل هادي وحركات محددة وخفيفة، لكن هتساعد في قوة عضلات بطنها وظهرها، هتساعد في ليونة مفاصل الحوض والأربطة، هتسهل لها عملية الولادة. زائد ان انا انسان سعيد، جسمي فيه دوبامين، انا التوتر بتاعي والقلق شبه مش موجودين عندي او في ادنى مستوياتهم، والرياضة بتطلع اندورفين في الجسم، فده بيقلل الألم، فهو مفيد طبعا. في نهاية حديثنا حضرتك تحب تقول للسيدات ايه؟ احب اقول لك جمله توعويه الا وهي ان هي تواظب على الكشف الدوري، تهتم بنفسها وجسمها، تكشف لو لقيت فيه اي حاجه مش مظبوطه، تهتم بالرياضه لان الرياضه هتساعدها في حاجات كتيره جدا، وتيجي لعائشه. ربنا يخليك. ثانك يو، ميرسي جدا يا دكتور، مبسوطه جدا بالحلقه النهارده. وانا كمان جدا ميرسي، ربنا يخليك. ثانك يو، ميرسي قوي.